مصر اللي جاية أحسن بكل احتمالاتها أحسن. مستقبلك بقى في إيدك، بكرة من صنعك أنت، هتصنعه بصوتك، وصوتك ده حقك. زمان لما كان حقك بيضيع كان بيضيع غصب عنك، لكن لو ضاع دلوقتي يبقى من تفريطك. انزل الانتخابات وقول كلمتك في بلدك، وقول رأيك في النائب بتاعك، ده حقك ما تسيبوش لحد تاني. مهما كانت انتماءاتك، مهما كانت طلباتك، مهما كانت اعتراضاتك، انزل وقول كلمتك وهتتسمع وهتتحقق. مصر أمانة في ايديك، وصوتك لازم تنزل تقول. بتحبها؟ انزل لها. موضوع الانتخابات ده مش فارق معايا في حاجه، يعني انا دلوقتي لو كل حبايبي وكل قرايبي وعمامي وخلاني وكل رجل الشعب واشتغلوا غلط وجابوا البلد دي لورا مش لقدام، اكيد انا مش هقعد اتفرج عليهم، اكيد انا مش هسقف لهم، اكيد انا مش هقف لهم، اكيد هنزل التحرير، اكيد هيبقى عندي اي اعتراض عليهم او هحاول اسحب ثقه منهم. فاهم حاجه انك بس الانتخابات صوتي وصوتك، صوتك أمانة. مصر بلدنا وده وقتنا، وقت الاختيار، اختار فيه، وأهم حاجة يكون اختيارنا صح. لو بتحب مصر انزل وانتخب، لو بتحب مصر صوتك ما تحكمهوش، لو بتحب مصر ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك وانزل حط صوتك. بتحبها؟ انزل لها. ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك، لو بتحب مصر ادي صوتك اللي يحب مصر ويخدمك ويخدم مصر.